الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال، وصباح الفل والرضا عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل السمك المشوي مع بعض. اللي خلاني كمان عملت سمك مشوي، انا وانا بشتري السمك لقيت ناس كتير قوي بيعانوا من السمك مش عارفين يشووه، اللي بيقولوا بيتهري مننا، اللي بيقولوا ما بيطلعش مننا مظبوط. فانا هقول لكم ايه اللي يخلي السمك يطلع منك مظبوط وايه اللي يخليه يتهري. اول حاجه، اما تجيبي السمك القشره دي ما تخلوش يشيلها لو انت هتشويه، لكن هتقليه بيقشره عادي، بس بتقصقصي بقى انت الزعالف دي، لان هي دي اللي بيبقى فيها زفاره، دي اللي بتتقصقص، والديل ده والزعالف دي والبق هو ده اللي بيبقى ايه فيه زفاره السمك، وبيفتحوا وبينضفوا بس. والرده تكون بتاعته مظبوطه. هقول لكم بقى على التوابل بتاعتي ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. التوابل اللي انا على طول بعمل بيها السمك: جزر، قوطه، كرفس، بصلايه حلقات، على حسب كميه السمك اللي انت هتعمليها. انا مش عامله سمك كتير. ده هريسه شطه، لو ما فيش هريسه وقرنين فلفل ماشي، ما حدش بيحب الشطه عادي. ده توم، والتوم يبقى كتير يعني حلو. مش تليفون. التوم اهو معايا، كمون، الكمون طبعا اكتر، وشويه كزبره والملح، ليمون، شويه خل. حط بقى التوابل على بعضيها، الهريسه هي على التوم، الحاجات كلها اللي انا عاملاها اللي هي البصل، كرفس، جزر، قوطه، التوابل دول 3 ليمونات، شويه خل كمان معاهم، حوالي معلقه. قلبت التتبيله اهي في بعضيها، هحشي بقى السمك. عايزه اقول لكم لا شوينا ولا عملنا وريحه التتبيله تحفه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بشتغل بايدي، انتوا عارفيني ايدي نظيفه وزي الفل. اللي يفيد بقى ده مش هرميه، هشرب بيه السمك وهو بيتشوي. شيت السمك بشويه ملح بقى كده اهو عشان يبقى حايق. مش كتير عشان هي الخلطه حايقه، وكمان انا هحط على وشه هذيب بقيه الخلطه دي، بس هسيبه بقى يتبل في التتبيله الحلوه دي شويه، وبعد كده ارجع اشويه. وبقى انا حطيته شويه اكتر في التلاجة، يجي ساعه ياخد في التتبيله. ودي الصينيه اللي انا هشوي عليها، يعني انا مش عاملاها على وشها، انا قلبها هشوي على قعدتها، لان هي خفيفه فتبقى عاليه شويه على النار. من نجاح بقى الشوي بتاع السمك ان الصينيه تكون سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الرده اهي، هنقلبه بقى حلو في الرده. رده من عند العطار او من الفرن، رده ناعمه، تقولوا له رده ناعمه لشوي السمك، او لو هتقلي بيها كبده. خلي السمكه تبقى قوي غطسانه في الرده قوي، والصينيه سخنه. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن لو اتحطت والصينيه بارده هتلزق، لو السمكيه متقشره زي ما قلت لكم هتلزق. كمان لازم الصينيه يكون قعدتها ايه تقيله شويه، عشان كده قلبت الصينيه عشان ما تبقاش منها للنار على طول، هتبقى خفيفه والسمك يتحرق مني، فانا ايه قلبتها عشان كده. خليه يغطس قوي السمك في الرده كده.
بقى ايه، اعلي له النار. ما يتقلبش السمك عمال على بطال عشان ما يفرولش منك. انت بتعملي كده اهو اهو، لو لقيتيه يتشمع من تحت كده تقلبي. بسم الله الرحمن الرحيم كده. لسه بردك هرجعه تاني بس ايه عشان يبقى السوا كله زي بعضيه. امسك السمك كله اوقفه كده جنب بعضيه. لو عجبتكم الطريقة دي اعملوا لايك وسبسكرايب وفعلوا الجرس اللي تحت الصورة. ماشي. بصوا الجنب. عارفه انت اللي بتفهميني يا دكتور. الجنب محشي ازاي؟ محشي ايه؟ انا مش عامله محشي، انا عامله سمك. ايوه انت حاشياه. التتبيله بتاعته انا بحب ادوقها. بصوا حبايبي كده عشان يستوي الجناب اهو. بس نزلي بقى يا مرام، نزلي التليفون كده يستوي. لو الجنب ني ولا حاجه شويه يستوي. اطفي يا مرام. حبايبي خلاص كده السمك استوى. انا وطيت عليه خالص جدا. انا قلت لكم ايه اللي فايده منه، قلت لكم مش هرميها. انا طبعا ما زفرتهاش، انا كنت بعمل بايدي، احشي بايدي السمك. مش قادره اقول لكم الريحه طالعه بجد عامله ازاي. تحفه تحفه. الله يا تيتا. شم الريحه. الله. يا سلام على تيتا الحمام. لايك على الريحه دي بسرعه. سرعوا. خلاص خلصت شويت السمك اهو. بصوا احلى سمك هتاكلوه اهو، ولا في اي حاجه. شفتوني وانا بقلبه ولا واحده اتفتفتت ولا كده. وعملت جنبيه رز ابيض عشان طبعا ده مشوي فيه خلطه وشويه سلطه. وتعالوا كلوا معانا. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده. ان شاء الله نتقابل في الفيديو ده على خير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لايك وشير. سلام عليكم.